قافلة مفتاح النصر لأبناء مديرية وصاب السافل محافظة ذمار إلى أبناء القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة ضد عصابة التمرد والإرهاب بمحافظة الصعدة ومديرية حرب السفيان والنازحين. هذه القافلة الرمزية ما هي إلا تعبير رمزي عن التفاف أبناء وصاب السافل إلى جانب قيادتهم السياسية بزعامة الأخ المشير علي عبد الله صالح، وتأكيدا بأن أبناء مديرية وصاب هم يرسلون هذه القافلة على استعداد لتقديم أرواحهم رخيصة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار. ندشن القافلة التي تعبر عن الحب والوطنية والأخاء مفتاح النصر بإذن الله على قوى، يعني على قوى الردة والانفصال. وهذه القافلة تتكون من 150 طن من المواد الغذائية والأفرش والبطانيات جميعها. إن مديرية وصاب السافل بأبنائها تتقدم بهذه القافلة الرمزية لإخوانهم أبناء القوات المسلحة المرابطين في الثغور والمرابطين في مديريات صعدة ضد الفئة الباغية، ضد فئة الفتنة والتي ارتدت على الدين وعلى الشرعية. نحن أبناء وصاب السافل نقدم مشاركتنا مع إخواننا رجال القوات المسلحة والأمن والنازحين من أبناء صعدة، وذلك مساهمة منا، وسنبذل أموالنا وأرواحنا في سبيل نصرة الحق والدين ضد الفئة الباغية المارقة الذي لا تعرف الله ولا حدوده. ونحن مستعدين لتقديم المال والدم في سبيل الوطن. هذه القافلة المكونة من 100 ناقلة وسيارة مرسلة إلى إخواننا أبناء قوات المسلحة والأمن وإلى الإخوة النازحين في مخيم المزرق من أبناء مديرية وصاب السافل. تقدم الدعم المادي والعيني من أبناء وصاب السافل دعما لأبطال القوات المسلحة وإخواننا النازحين، وهذه عبارة عن دفعة أولية، وإذا لزم الأمر إن شاء الله سيكون هناك العديد من المساعدات العينية والمادية